هما اتنين بس مستحيل ابدا يتنسوا، سعاد حسني واودري هيبرون. تفتكروا ايه الشبه ما بينهم؟ عشان نفهم تركيبة سعاد حسني لازم نرجع لسنة 43 في حي بولاق بالقاهرة. سعاد اتولدت في عيلة كبيرة جدا لكن معقدة بشكل ما تتخيلوش. تخيل انها كان ترتيبها العاشرة في وسط 16 اخ واخت متقسمين بين باباها ومامتها. كان ليها 6 اخوات من مامتها و8 من باباها، وهو الخطاط السوري محمد حسني البابا، وطبعا من اشهر اخواتها غير الاشقاء نجاة الصغيرة. في وسط الزحمة دي كلها سعاد عاشت طفولة فيها حرمان كبير قوي، ما خدتش فرصتها في التعليم النظامي زي اي طفل في سنها، واقتصر تعليمها بس على شوية اساسيات بسيطة للقراية والكتابة في البيت. لكن الفن كان بيجري في دمها. بدايتها كانت وهي طفلة صغيرة في برنامج الأطفال الإذاعي المشهور بابا شارو، وغنت وقتها أغنية أخت القمر. أنا سعاد أخت القمر، بين العباد حسني اشتهر. ورغم كده النجومية الحقيقية كانت لها صدفة. الكاتب والشاعر الكبير عبد الرحمن الخميسي كان صديق مقرب لوالدها، وكان دايما بيزورهم في البيت. في مرة شاف سعاد انبهر بيها وقال البنت دي هتكون نجمة. لو كانت طفولة سعاد حسني كانت مليانة حرمان، تفتكر طفولة أودري كانت عاملة ازاي؟ واللي كانت على النقيض كانت من عيلة أرستقراطية ومرفهة لدرجة كبيرة في طفولتها. لكن اللي انت ما تعرفوش اللي شافته أودري كان مرعب جدا، لدرجة إنها كانت بتاكل ورق الشجر عشان بس تعيش. اتولدت سنة 29 في بلجيكا لعائلة أرستقراطية. والدها كان مصرفي إنجليزي ووالدتها باليرينا هولندية. طبعا أنت لما تسمع الكلام ده هترضي حياة واحدة أميرة مثلا، صح؟ الانتماء الطبقي ده ما كانش ليه أي لازمة لما قامت الحرب العالمية الثانية. وبعد انفصال باباها ومامتها والدتها نقلتها لمدينة أرنم في هولندا على أمل إن البلد تفضل محايدة وما تدخلش الحرب. لكن الغزو النازي حصل، وودري اللي كان عندها 11 سنة بس وقتها شافت بعينيها ويلات الحرب. عيلتها خسرت كل ثروتها، وخالها اتعدم، واخوها راح معسكر اجباري للعمل، واضطرت والدتها انها تشتغل طباخة عشان بس تقدر تصرف عليهم. الكارثة ان في شتاء 44 ل 45 في الشتاء المجاعة الهولندية من كتر الجوع العيلة كانت بتطحن بصيلات زهور التوليب عشان تعمل منه دقيق ياكلوه، وكانوا بياكلوا نبات القراص وورق الشجر. سوء التغذية المرعب ده دمر صحة أودري وجاب لها أنيميا ومشاكل في الجهاز التنفسي، وده التفسير الوحيد ورا نحافتها الشديدة اللي العالم كله اعتبرها رمز للرشاقة والأناقة. أودري كانت بتعشق الباليه ودرسته في معهد أرنم، وكانت بتعمل عروض مسرحية سرية تحت اسم إيدا فان هيمسترا عشان تجمع تبرعات للمقاومة الهولندية. لكن حلمها الأكبر إنها تكون بريما باليرينا، راقصة باليه محترفة. لكن ده اتحطم تماما بعد كده، لأنه معلمتها في لندن ماري رامبرت صرحتها وقالت لها إن جسمك الضعيف ده مش هيتحمل المجهود العنيف للباليه. تحطم حلم الباليه ده كان قاسي قوي على أودري. لكن زي ما بيقولوا رب ضارة نافعة. رفضها كراقصة باليه ده كان تذكرتها لدخول هوليوود، ودخولها برضه للسينما كان صدفة بالظبط زي سعاد حسني. خليك معايا عشان نشوف ازاي اول وقفة ليهم قدام الكاميرا غيرت السينما في الشرق والغرب. سنة 59 المخرج هنري بركات كان بيستعد لتحويل المسلسل حسن ونعيمة، وده كان مسلسل إذاعي ناجح جدا وقتها، لفيلم سينمائي. القصة الرومانسية اللي ألفها عبد الرحمن الخميسي كانت بتتكلم عن نعيمة بنت الحاج متولي الطماع اللي كان كل هدفه في الحياة إن هو يجمع الفلوس والأراضي، وعشان كده كان بيرفض يتجوزها الحسن بغنواتي الفقير. فبتهرب نعيمة معاه وبتتطور الأحداث من بعدها. تخيلوا إن الفيلم ده كان معروض الأول على فاتن حمامة وعبد الحليم حافظ، لكن مؤلف الفيلم كان عنده رؤية تانية خالص، وأصر إنه يقدم وجوه جديدة تماما، واختار سعاد حسني لدور نعيمة. بالرغم إن هي كانت عايشة حياة المدينة، ما كانتش فلاحة ولا تعرف عنها حاجة، ولكن عملت الدور بتلقائية سلسة جدا. وعمرها في الوقت ده كان يا دوب 16 17 سنة. كواليس الفيلم ده كانت مليانة دراما. المنتج كان الموسيقار محمد عبد الوهاب. وحصل خلاف كبير جدا بينه وبين محمد فؤاد. محمد فؤاد ايه؟ محمد فؤاد ما كانش لسه عايش اصلا، لا كان عنده كام سنه، كان صغير. حرم فؤاد ده خلى عبد الوهاب يعني ساحب من اول جلسه. اصلا الفيلم اتصور في استوديو نصيبان محافظه الفيوم وقريه مشتهر، وحقق نجاح خرافي. والفيلم ده كان شهادة ميلاد لظاهرة فنية هتكتسح السينما المصرية، وهي سعاد حسني. النجاح الجبار ده لسعاد في مصر كان بيوازيه نجاح أسطوري على الجانب التاني من العالم. بنت هولندية الأضواء بتنور عليها فجأة. إزاي ده حصل؟ هنتابع مع بعض ده دلوقتي. أودري هيبرون بدأت مسيرتها بأدوار صغيرة جدا، كورس في مسرحيات لندن وفيلم هولندي وثائقي. لكن الانطلاقة الحقيقية ليها لما سافرت نيويورك سنة 51 وهي عندها
22 سنة عشان تلعب بطولة مسرحية جيجي على مسرح برودواي. والمسرحية دي كانت متاخدة عن رواية للكاتبة الفرنسية الشهيرة كوليت، واللي اختارت أودري بنفسها للدور ده. مش ملاحظين حاجة؟ الاتنين المؤلفين هم اللي اختاروهم، سواء سعادة أودري. النجاح المسرحي ده خلى هوليوود تبص لها، وجات لها الفرصة الذهبية في فيلم رومان هوليداي سنة 53 للمخرج ويليام وايلر، واللي اشتغل مع عمر الشريف قبل كده في فيلم فاني جيرل. الفيلم بيحكي عن قصة الأميرة آن، وهي أميرة لدولة أوروبية ملت من الخنقة والبروتوكولات الملكية، فبتهرب في شوارع روما عشان بس تعيش يوم واحد زي الناس الطبيعية. وهناك بتقابل الصحفي الامريكي جو برادلي، واللي لعب دوره جريجوري بيك. جريجوري لما اشتغل معاها ادرك تماما انه قدام ظاهره مش هتتكرر تاني. اتصل بوكيله واصر انه يغير العقد بتاعه، واصر ان اسم اودري يتكتب بنفس حجم اسمه. وقبل عنوان الفيلم لازم تغيروا العقد لانها هتكون نجمه كبيره. كمان الفيلم كان فيه قصه سريه. تعال اقول لك. كاتب الحقيقي للفيلم ده كان بالتون ترامبو، كان ممنوع عن العمل بسبب قوائم السوداء في هوليوود وقتها، واستخدم اسم كاتب تاني اللي هو إيان هانتر، واللي كسب الأوسكار بداله لحد ما رجعوا الأوسكار تاني لترامبو في التسعينات. أودري كسبت الأوسكار لأفضل ممثلة وجائزة البافتا والجولدن جلوب كمان. بعد النجاح الأسطوري ده المشوار اتفتح قدامهم وبقوا نجمات شباك من الدرجة الأولى. بس في عالم الفن مفيش نجم أبدا بيقعد على القمة لوحده من غير بقى ما يتعرض لحروب ومضايقات وغيرة فنية بتوصل أحيانا للتشويه والقطيعة والإهانات في بعض الأوقات. خليك معايا عشان نشوف اللي هيحصل دلوقتي. بس إزاي؟ النجمتين عاشوا حياة كلها منافسة شرسة جدا، والسندريلا سعاد حسني كان ليها نصيب الأسد من المعارك دي. المنافسة بين سعاد حسني ونجمات جيلها كانت مادة دسمة جدا للمجلات. واحدة من أشهر وأشرس المعارك كانت الغيرة الفنية بين سعاد حسني وزبيدة ثروت أثناء تصوير فيلم الحب الضائع. المخرج هنري بركات اختار سعاد لدور الصديقة الخاينة وزبيدة لدور الزوجة المخدوعة. الكواليس كانت عبارة عن حقل ألغام، حرب خفية وباردة بين الطرفين بسبب الغيرة الآدمية. زبيدة كانت شايفة إنها الأقدم في الظهور، وسعاد كانت شايفة إنها الأنجح. النجم رشدي أباظة اتدخل عشان يهدي الأجواء بينهم ويكملوا الفيلم. بس خلي بالك الخلاف ده ما كانش مجرد توتر في الاستوديو وخلاص. زبيدة ثروت صرحت في لقاء ليها إن سعاد ما كانتش صديقة ليها، وإنها كانت مجرد زميلة، وقالت إن شكلها عادي، هي مش جميلة أوي، هي بس بتستخدم المكياج، الرموش، الإكسسوارات، الحاجات اللي هي بتخلي البنت جميلة. بس في نقطة، الميزة الوحيدة فيها إن الكاميرا بتحبها جدا. موقف تاني كان خلافها مع النجمة نادية لطفي، لكن الجميل في القصة دي إن الزمن ده والجرح، ونادية اتحولت لأقرب صديقة لسعاد في أواخر أيامها، وكانت بتستعد لاستقبالها في المطار قبل وفاتها. معارك أودري بقى كانت مختلفة شوية عنها، معارك جواها جوا قلبها. أثناء تصوير فيلم سابرينا سنة 54 الشاشة كانت بتعرض قصة حب بين بنت السواق والشاب الغني، لكن الكواليس كان جواها قصة حب حقيقية بين أودري وويليام هولدن. هولدن كان متجوز وقتها ومعروف بعلاقاته الغرامية المتعددة مع بطلات أفلام، لكن علاقته بأودري كانت مختلفة تماما. وقعوا في غرام بعض في لحظة بشكل جنوني، لدرجة إن هولدن عرض عليها الجواز وبدأوا يخططوا لده سوا. أودري كانت بتحلم إن هي يكون عندها عيلة وتخلف أطفال، وده كان حلم حياتها اللي طول عمرها نفسها تحققه عشان يعوضها عن الحرمان اللي شافته في طفولتها. لكن الصدمة بقى اللي كسرت قلبها جت لما هولدن اعترف على نفسه وقال إنه عمل عملية عشان ما يخلفش تاني. وأنا الصراحة مش قادر أفهم إزاي الراجل يعمل كده في نفسه. دي حاجة غريبة بالنسبة لي الصراحة. أول ما أودري سمعت الكلام ده قررت إنها تنهي العلاقة فورا بشكل قاطع بعد انتهاء تصوير الفيلم. حلم الأمومة بالنسبة لها كان خط أحمر ما ينفعش أبدا تتنازل عنه، وبيتقال إن ويليام ما قدرش أبدا إن هو يتجاوز صدمة فراقها أبدا طول حياته، وبيقول إن هو لف وعرف بنات كتير عشان ينسى بس الألم بتاعها. فمش يمكن الهروب من أوجاع الطفولة والحب خلى النجمتين يدوروا كويس قوي على الاستقرار وتكوين الأسرة، لكن النتائج كانت مختلفة تماما. سعاد حسني اتجوزت 5 على مدار مسيرتها كلها، كل واحد فيهم كان ليه قصة لوحده. تعالى بيقولوا ان اول واحد اتجوزها كان عبد الحليم حافظ. فضلت العلاقة ما بينهم مجرد اشاعات لحد ما اختها حسمت الجدل ده كله في كتابها سعاد اسرار الجريمة المخفية، ونشرت وثيقة جواز رسمية بينها وبين عبد الحليم، وبتأكد ان هما اتجوزوا في السر لمدة 6 سنين. عبد الحليم كان بيغير عليها بجنون، وده من اهم الاسباب. اعمل ايه؟ قولوا لي والنبي. يا عم عايز اخلص الفيديو، يا عم ابعد.
التاريخ، وده من أهم الأسباب اللي أدى لانفصالهم في النهاية. تاني حد كان صلاح كريم. اتجوزت من المخرج والمصور صلاح كريم، واتنقلت من شقتها الصغيرة في الزمالك لشقة كبيرة في الدقي. صلاح حاول إن هو يسيطر عليها وشارك في إخراج وكتابة فيلمها الزواج على الطريقة الحديثة، والفيلم فشل ذريع، والزواج انتهى بالطلاق بعد سنة واحدة بس. ثالث كان علي بدرخان، ودي أطول جوازة لسعاد حسني. اتقابلوا في كواليس فيلم نادية، وكان وقتها شغال مساعد مخرج مع أبوه المخرج أحمد بدرخان. استمر جوازهم 11 سنة. كانت فترة رهيبة جدا فنية لسعاد حسني، لكن بدرخان اعترف بعد كده في ملل اتسرب للعلاقة ما بينهم، وإنه ارتبط عاطفيا ببنت تانية، واقترح على سعاد إن هي تتقبل الأمر وإن الموضوع مجرد نزوة. لكن سعاد اتضايقت جدا وطلبت الطلاق. الجوازة الرابعة كانت مع زكي فطين عبد الوهاب، وده كان في نفس سنة طلاقها سنة 81. زكي فطين عبد الوهاب كان ابن ليلى مراد، ورغم فارق السن الكبير ما بينهم واعتراض والدته الفنانة ليلى مراد على الجوازة دي، الجوازة تمت، لكن استمرت 6 شهور بس. وصرح زكي بعد كده إن تركيبة الموضوع كله على بعضه كانت غلط، وآخر جوازة ليها كانت مع ماهر عواد، وده كان سنة 87. كان كاتب سيناريو. عاشت معاه قصة هادية ومستقرة، واستمرت على ذمته لحد ما توفى. للأسف بالرغم إن سعاد حسني اتجوزت أكتر من مرة، لكن ربنا ما أرادش إن هي تخلف وتبقى أم. حتى ما لبستش فستان الفرح زيها زي أي بنت في جوازاتها ال5. كانت بتحلم بالأمومة بجنون، وفعلا حملت مرتين أيام كانت متجوزة علي بدرخان أثناء تصوير فيلم شفيع ومتولي. لكن الحمل دايما كان بينتهي بالإجهاض قبل الشهر الثالث بسبب المجهود البدني والضغط العصبي اللي بتتعرض ليه في شغلها. أما أودري اللي ضحت بحبها لويليام عشان الأطفال اتجوزت مرتين. الأول كان الممثل ميل فرير، والجواز استمر لمدة 14 سنة. وبالرغم من العلاقة دي كانت مليانة تحديات ومشاكل، إلا إن حلم أودري تحقق وخلفت ابنها الأول شون. بعد الطلاق اتجوزت لتاني مرة من أندريا دوتي، وده كان دكتور نفسي إيطالي، وخلفت منه ابنها التاني لوكا. برغم برضه إن الجواز التاني انتهى برضه بالطلاق، إلا إن أودري لقت الاستقرار العاطفي في سنواتها الأخيرة مع الممثل الهولندي روبرت والدرز من غير جواز رسمي، وعاشت معاه في سويسرا. يعني وأنت جاي على آخر أيامك خلاص، ما علينا ثقافات بقى. تخيلوا ان النجمتين اللي عاشوا كل الألم ده كان مطلوب منهم انهم يظهروا قدام الكاميرات بأجمل شكل ممكن، ويصدروا للعالم مفاهيم الشياكة والأناقة والجمال. ومن هنا هندخل لعالم الموضة والأزياء اللي سهل ان أسمائهم تتخلد للأبد. سعاد وأودري كل فستان ليهم كان ليه قصة، وكل لون كان ليه معنى. العالم كله اتصدم ان السندريلا سعاد حسني نطت من البلكونة بتاعتها في شقة في مبنى ستيوارت تاور في لندن. الشرطة البريطانية أيدت ان الحادث ده ان هو انتحار، لكن عائلتها والمقربين منها رفضوا الرواية دي تماما. واختها ألفت كتاب بعنوان سعاد أسرار الجريمة المخفية، قدمت فيه مستندات وتقارير طب شرعي بتحاول تثبت من خلالها ان سعاد حسني اتقتلت وانها تعرضت لجريمة خفية واترمت بعد كده من البلكونة. ووفاة سعاد حسني لحد اللحظة دي واحدة من أكبر الألغاز في تاريخ الفن كله، ونهاية تراجيدية حزينة جدا. على الجانب التاني بقى أودري هيبرون كانت نهايتها مختلفة. في أواخر الثمانينات أودري قررت إن هي تقلل جدا من نشاطها الفني وتكرس حياتها للعمل الإنساني، وده طبعا بسبب طفولتها اللي ضاعت منها وعانت فيها من المجاعة في الحرب العالمية الثانية. أودري حست بمسؤولية ضخمة جدا تجاه الأطفال الجياع على مستوى العالم، وبعد كده بقت سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف من سنة 88 ل 92. سافرت لدول فقيرة جدا في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وكانت بتشتغل بمجهود خرافي عشان تجمع تبرعات تتسلط الضوء على معاناة الأطفال دي. وأثناء رحلاتها الخيرية دي، وتحديدا بعد رحلة الصومال، بدأت تحس بآلام شديدة جدا في المعدة، وبعد الفحوصات تم تشخيصها بنوع نادر جدا وشرس من السرطان، هو سرطان الزايدة الدودية. المرض كان في مرحلة متأخرة، والتدخل الجراحي والعلاج الكيماوي ما نجحش في السيطرة عليه. أودري أدركت إن خلاص النهاية قربت، فرجعت لبيتها في سويسرا، وهناك وسط عيلتها وولادها والراجل اللي بتحبه خرجت روحها بهدوء وسلام في يناير سنة 93. نهاية أودري كانت نهاية هادية جدا بتعكس رقتها وروحها الملائكية اللي استمرت في العطاء لحد آخر يوم في عمرها. لما نيجي بقى نبص لمسيرة سعاد حسني ومسيرة أودري هيبرون، بنكتشف إن التشابه ما بينهم مش مجرد تشابه بس في الشكل، لكن الاتنين عانوا من طفولة قاسية، والاتنين الصدفة لعبت دورها عشان يبقوا نجوم كبار. الاتنين الكاميرا حبتهم
جدا، والاتنين صنعوا أناقة وصنعوا معايير جديدة في الموضة والأزياء، سواء فساتين البولكا دوت أو تسريحة سعاد أو الفستان الأسود الكلاسيكي لأودري. برغم النجاح الساحق ده، الحياة الشخصية ليهم كانت رحلة شاقة جدا وأحزان مخفية وسط الابتسامات اللي لازم يظهروا بيها قدام جمهورهم. النهايات المأساوية بتأكد إن ضريبة النجومية غالية جدا، لكن الشاشة بتفضل دايما أرحم وأحن من الواقع. خلدت ضحكتهم فنهم عشان يفضلوا في عقول وقلوب ملايين المشاهدين حول العالم. ولو عجبتك المقارنة دي ما تنساش تدعمني بلايك، كومنت، شير، ويا ريت تشترك بالقناة. استنوني في الفيديو الجاي، ومستني تشاركوني برأيكم في الكومنتات. سعاد ولا أودري اللي حبيتوه أكتر؟ ومين فيهم اللي أثر فيك وأفلامهم حبيتها؟ أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.